مشاهدينا الأعزاء عشاق وجماهير رياضة الهجن العربية الأصيلة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في يوم السبت في يوم السبت الثالث عشر 24 من شهر 11,435 للهجرة تنطلق الأشواط الرئيسية من 4 كيلومترات لسن الكبار، من 4 كيلومترات سن التحدي والإثارة، سن الغوة والحماس، من المسافة المقررة من اللجنة المنظمة 4 كيلومترات. إذا أول الأسماء الباحثة عن الناموس الغالي، الباحثة عن الدرع المقدم من الشيخ علي بن عياد بن عايد الإجباري، داعما لهذه الرياضة لجميع الأشواط في يوم السبت 24 من شهر 11 1435 للهجرة. أول الأسماء الباحثة عن الناموس الغالي، عن الدراجة النارية وعن الدرع الصباحي. هنالك هديل ومبارك بن مسعد الجهني، بينما الاسم القادم في ثاني المراكز جبار مع سالم بن عوض الجهني من يتقدم في ثاني المراكز، بينما الاسم القادم في ثالث المراكز سراب هنا في ثاني المراكز مع مبارك بن مسعد الجهني من يتقدم في ثالث المراكز. رابع المراكز أرى الاسم القادم في رابع المراكز، ومن يتقدم في ثالث المراكز هملولة مع عايد بن حماد الجهني، بينما وصل هنا صاحب الإنجازات، صاحب الشوط الرئيسي لهذا السن من 5 كيلومترات، صاحب الدراجة النارية الأسبوع الماضي، الكابتن محمد بن صالح الجهني من يتقدم في ثالث المراكز. رابعا هملولة مع عايد بن حماد الجهني. ولكن نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى هديل مع مبارك بن مسعد الجهني من يتقدم في هذه اللحظات، بينما ثاني المراكز جبار سالم بن عوض الجهني، ثالث الكابتن مع محمد بن صالح الجهني، وأراه يتقدم إلى مقدمة هذا الشوط الكابتن ومحمد بن صالح الجهني. ثاني المراكز جبار مع سالم بن عوض الجهني. ثالث المراكز هديل مبارك بن مسعد الجهني. ورابع المراكز هملولة في رابع المراكز من تتقدم في رابع المراكز هملولة مع عايد بن حماد الجهني من يتقدم في رابع المراكز، يطرق طبول الخطر ويطرق طبول التحدي في رابع الأسماء ورابع المراكز. عايد بن حماد الجهني مع هملولة مع عايد بن حماد الجهني، ما شاء الله تبارك الله. ولكن العودة دائما وأبدا، العودة ما تكون إلى الصدارة. ومن عودنا على مقدمة هذا الشوط، من عودنا على الأشواط الرئيسية، الكابتن مع شعار محمد بن صالح الجهني. ولكن ما شاء الله تبارك الله كان المراكز جبار، ولكن وصلت هملولة هنا هملولة، ومن حذرتكم منها في هذه اللحظات. هملولة مع عايد بن حماد الجهني من تتقدم والحصى في الابطان. هملولة مع عايد بن حماد الجهني من تقرع طبول الخطر على رابع المراكز. ولكن الكابتن محمد بن صالح الجهني من يتقدم في هذه اللحظات. ولكن هملولة مع عايد بن حماد الجهني. الله
كيلو زحام، كيلو به تحشر الأنفاس، كيلو به تكرم، سن اللقاية ويهان ولا أظن بهن من يهان. الكابتن محمد بن صالح الجهني، الله الله الله، صاحب الإنجازات وصاحب العوايد، ولكن وصل هنا، وصل الشعار الأحمر، وصل عايد بن حماد الجهني على ثاني المراكز. ثالث المراكز جبار سالم بن عوض الجهني، الكيلومتر الأخير، كيلو حشر الأنفاس، كيلو به تكرم، سن اللقاية ويهان، كيلو به بيكرم سن اللقاية أو يهان الكابتن محمد بن صالح الجهني، من يتقدم في هذه اللحظات يبحث عن الدرع والناموس الصباحي، ولكن هملولة غادمة في ثاني المراكز. عايد بن حماد الجهني، 600 متر الأخيرة الفاصلة عن الناموس الغالي. الكابتن اسمين خطيرين في عالم رياضة الهجن العربية الأصيلة، الكابتن وهملولة، ولكن الكابتن مع محمد بن صالح الجهني من ينطلق في هذه اللحظات يبحث عن الدرع الصباحي. الكابتن محمد بن صالح الجهني، ولكن المطاردة هنا في ثاني المراكز. هملولة مع عايد بن حماد الجهني، ولكن الكابتن بدون أوامر حتى هذه اللحظة. الكابتن مع محمد بن صالح الجهني. سلام الكابتن، سلام بو مروان، سلام، تحية واحترام. العروض النهائية هنا مع الكابتن، مع صاحب الإنجازات، مع صاحب التحديات، مع صاحب الأصوات الرئيسية. في رصيده ما يغنيه من السيوف، ما شاء الله تبارك الله. سلام الكابتن، سلام، تحية واحترام. بل يقف خط النهاية احتراما وتقديرا وتشجيعا للكابتن ولمالكه محمد بن صالح الجهني. ثاني المراكز هملولة مع عايد بن حماد الجهني. ثالث المراكز يبتعد عن الإذاعة والتصوير، ولكن يبدو لي جبار مع سالم بن عوض الجهني. ثانينا والناموس لصاحب الإنجازات الكابتن مع محمد بن صالح الجهني. ثانينا والناموس لكل الفائزين.